هو صحيح يعني الإسراع ضروري جدا يعني لأنه الوقت يمشي بسرعة يعني بس كمان يعني نحن إذا بدنا نعقد كونفرنس أو مؤتمر مثل ما يقولوا يعني إذا ما يكون الجاهزية يعني ما يكون العمل دقيق وكافي. إذا ما أخذنا الوقت الكافي ربما يكون هناك نواقص أو يعني لم يعني ما نعطي الكونفرنس حقه. يعني لازم نعطي الكونفرنس حقه. معلش يعني هلا على أساس 18 شهر، يعني إذا بعد 18 شهر يعني بفترة قصيرة ما فيها إشكالية يعني. طبعا تأجل لأنه من الناحية التكتيكية نحن هلأ بصدد الناحية التكتيكية يعني شلون بدنا وين بدنا نعمل المؤتمر وايش قد الأعضاء وما بعرف هيك يعني شغلات تكنيك يعني لازم نعم. نجهز كل شيء يعني. الاستعجال كمان بهيك حالة ما بعتقد انه الاستعجال يكون كويس، لانه مثل ما قلت يعني هالمؤتمر مؤتمر تاريخي يعني سوف يكتب بالتاريخ الكردي نعم. انه الاكراد استطاعوا ولأول مرة انه يجتمعوا ويقرروا ويعني يروحوا على مفاوضات بوفد واحد وكلمة واحدة ومطالب واحدة. يعني قصدنا انه اذا رحنا على مفاوضات يعني ما يكون في اشكاليه، ما يكون في واحد يطلع مثلا يكتب انه والله نحن ما شاركنا او انا ما شاركت بهالكونفرنس لذلك انا يعني ماني ملتزم بقرارات الكونفرنس. نحن ما نريد يكون هيك، نحن نريد الكل يشارك، نعم. الكل يكون له ممثل. هل هناك موعد محدد أو يتم العمل حاليا والتشاور لتحديد موعد في وقت لاحق؟ يعني أنا قلت الناحية التكنيكية يعني يمكن ما بعرف يعني بس فترة قصيرة يعني مو طويلة، بس لبين ما يتجهز يعني نكمل الناحية التكتيكية. يعني بدنا شغلات يعني مشان الكونفرنس يكون في كونفرنس حقيقي وناجح لازم نكمل، لازم يكون الكل جاهز. يعني الاستعجال الزائد يمكن يعني نعم. يضر بنواحي تكنيكية نحن نكون غافلين عنها.